الفنانة هند عاكف، انا شايف حضرتك سواء في الافتتاح او امبارح كنا مع بعض في عروض الافلام والورشه، وشايف حضرتك كنت بتدي ورشه تريننج تدريب، وكان في قامات من قناه دي ام سي وقنوات كتير جدا، ويعني حاجه جميله قوي يعني. والله انا يعني بحاول اعمل اللي اقدر عليه، وبحاول ان انا فعلا اقف جنب الشباب، بس يعني معاكم النهارده طبعا الختام، وهقدم جوائز المراكز سواء مثلا في لجنه التحكيم او كورشه تمثيل اللي انا اديتها امبارح، او مناقشه الافلام، لان ده بيبقى دعم للشباب، والشباب بتبقى فرحانه وسعيده بده. وعلى فكره في ناس عاملين افلام، يعني مش هنقول شباب صغير، لا ده في مثلا دكتور صيدليه يعني اللي هو بطل فيلم حبيبه، قال لي انا تعبت قوي على ما وصلت للمرحله دي، وقلت له ان شاء الله ربنا هيوفقك، بس معلش انت عشان تبقى دكتور صيدلي عملت ايه، درست كام سنه وتعبت قد ايه، فما تقلقش، هتوصل بس ما يعني عايزه دايما يبقى فيه امل، ما يبقاش فيه احباط، لا يعني الواحد لا قدر الله لو اتكعبل لازم يقوم ويقف على رجليه ويمشي تاني ويجري كمان. عايزه اقول لهم الرساله دي مهمه جدا، لو استعجلتوا هتقدموا الشيء ممكن تبقوا الناس تحبكم كل حاجه، لكن مش هتبقوا متقنين العمل قوي. يعني لازم انت تبتدي واحده واحده، تطلع السلم واحده واحده، ما ينفعش تنط السلم هتتكعبل وممكن تقع. بعض الشباب يا فنانة بيبقى بيشوفوا نجوم كبار ان هم يعني في خلال سنه او سنتين الدنيا مشيت معاهم بقوا نجوم ستار، فهم بيبصوا يا جماعه عايزين نقول انتوا ما تعرفوش ان النجوم اللي انتوا بتقولوا في خلال سنه ولا اتنين، انتوا ما تعرفوش هم عملوا ايه في تاريخ حياتهم. خلي بالكم ممكن يكونوا يعني يشتغلوا كتير جدا جدا جدا، بس انتوا ما خدتوش بالكم منهم. لا مش كتير، واللي بيطلع بسرعه بيقع بسرعه. تمام، بس موجود الكلام.